قضية قفشة في بيراميدز كان ليها قصة تستحق الرصد والدراسة. بداية اللعبة برمي التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين، وقفشة بيحاول يستلم في رقابة مهند لاشين، ومن دلوقتي لحد ما قفشة هيحرز الهدف هيكون بدون رقابة تماما. وسام بيحاول يعمل ثرو باس، لكن دفاعات بيراميدز بتقطع الكورة، وقفشة بيحاول يضغط وبعد كده بيستمر في الهروب من الرقابة. قفشة اللي بدأ الهجمة في أقصى اليمين دلوقتي بيتحول لأقصى الشمال، ولسه قفشة بدون رقابة. قفشة بيستخدم كل الوسائل الممكنة زي الديلي والسكان والبادي فينت عشان يهرب من رقابة المنافس. مهارة قفشة في التحرك بدون كرة والهروب من الرقابة في الحقيقة تدرس، وواضح ان هي مهارة فطرية عند قفشة، ويمكن ده اللي بيخلي البعض يوصف قفشة انه عشوائي حبتين. وكل ده عشان اللقطة دي، وعمل قضية جديدة من اخراج وتنفيذ محمد مجدي قفشة.